قبل ما أبلش بالفيديو لا تنسونا تصلون على محمد وآل محمد. وهسه خلونا نبلش بالفيديو. السلام عليكم حبايبي، شلونكم شخباركم؟ اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة من مطبخ الشيف شهد، واليوم وصفتي هي البيتزا. أنا مسويتها من قبل بس اليوم حبيت أسوي لكم إياها بالصلصة مالتها. أنا هذيك المرة من سويتها ما سويتها بالصلصة، بس اليوم حبيت أسوي لكم إياها وأراوكم الصلصة مالتها. طبعا كلها سهلة الصلصة، وهي هم عجينها سهل ومكوناتها موجودة بكل بيت. بس قبل ما أبلش لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. هسه خلونا نبلش بالمقادير. أني بالبيتزا ما أستخدم لا حليب ولا بيض، أعجنها بالماء. عندي هنا كوب ونص من الماء، نص قلاص من الزيت النباتي، خاشوقتين روبة وخاشوقتين خل، وعندي هنا بيكنج باودر وملح وخمرة وخاشوقة من الشكر ونص خاشوقة من الملح. هنا عندي 4 أكواب من الطحين، وهذا الخامس. إذا احتاجت الخامس استخدمه، وإذا ما احتاجته اكتفي بس بال4 أكواب. هسه خلونا نبلش بالعجن. خليت هسه هنا عندي المي، هسه حخلي الخمرة والشكر نبى ارجع لكم. هسه بعد ما خليت المي والخمرة والشكر هسه راح اخلطهم. اضيف الخل ابيض، تخلطوهم زين حد ما يذوب عندكم الشكر. نبى تضيفون الزيت والروبة. هسه بعد ما خلطتهن زين هسه راح اضيف الزيت. طبعا كل المقادير راح تلقون بالوصف. والروبة راح اخلطهن. هسه تبلشون بهاي المرحلة تضيفون الطحين بالتدريج. ضفت هسه أول قسم من الطحين، والقسم الثاني عفته هسه هنا. هسه راح أخلطه، وإذا احتاجت بعد أضيف لها. خليت ال4 أكواب، وبعد احتاجت عندي شوية من الطحين. هسه راح أضيف الكوب الخامس، أضيفه بالتدريج وأخلطه. وبعد ما صارت عندي وياي بهذا القوام العجينة مالتي، شوفوا شلون. بقى عندي بس ربع كوب من الطحين بعد ما احتاجت عندي طحين. هسه عندي هاي الطاسة دهنتها بالدهن، راح اعوفها ترتاح مدة ساعة او ساعتين حسب الجو عندكم انتو. احنا الجو عندنا بارد ما ادري شو وقت تختمر، فمن تختمر نبغى اقولكم ايش قد اخذت وياي اختمار. هسه خل نروح نسوي الصلصة ونعوف عجينتنا ترتاح. عندي هذني اني مقادير الصلصة. عندي هنا 3 حبات من الطماطم، راس صغير من البصل بارشته هي والطماطم، خاشوقة ونص من المعجون، خاشوقة من الكاتشب. عندي هنا 4 حبات من الجارليك اللي هو الثوم، خاشوقتين من الزعتر، نص خاشوقة من الكركم، خاشوقة 7 بهار، ونص خاشوقة فلفل أحمر، وحسب الرغبة ملح. أنا هنا خالية خاشوقة. هسه راح ابلش فيهن. راح احط هنا على الطاوة زيت. ضفت عندي هنا البصل والطماطم والجارليك. هسه راح اخلطهن واعوفهن يفورن براحتهن. نبى اضيف البهارات والمعجون والكاتشب. هسه بعد ما فارن عندي هسه راح اضيف المعجون والكاتشب والبهارات اخر شي. هسه بعد ما ضفتهن وخليتهن يفورن هسه راح اضيف البهارات. هسه راح اعوفهن يفورن على نار هادئة، ومن يستوون اشوفكم شكلها النهائي. هسه خل نروح نسوي الحشوة مالتنا. كملت عندي هنا الصلصة وجهزت عندي هذني الحشوة. طبعا اللي تريدونه انتو، مو الا شرط انا اللي حاطتهن. اللي تحبونه انتو الحشوة حطوهن. عندي هنا انا الذرة وزيتون والجبن وفلفل، وهذا الشروم والفطر يعني، والصلصة. هسه خل نروح نشوف العجينة مالتنا. هاي بعد ما صارت هنا عجينتي بهذا الشكل، هسه راح اشكلها واشوفكم شلون نحشيها. بعد ما قسمتن بهذا الاقسام هسه حضرت عندي هذا القالب، خليت ورق زبدة. هسه راح ابلش باول وحدة، راح افردها وارجع لكم. بعد ما سويتها بهذا الشكل خليتها، هسه راح اثقبها
سويت هذني الصغار، شوفون ايش قد حلوات. وهاي بعد ما استوت الاطراف مالتها هسه راح اخلي الجبن. هسه بعد ما خليت الجبن هسه راح اعوفها بالفرن حد ما يموع الجبن اطلعها واخلي هاي الثانية. هاي الثانية هم ما خليت بيها جبن. شوفوا حبايبي بعد ما استوت، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا بعد ما صارت، شوفوا الجوة ما تشكشك ويانا من العجينة أصلية. جربوها على طريقتي فعلا مثل ما صارت عده لإدمان راح تصير عندكم انتو هم ما تندمان، لأن احنا بين فترة وفترة نسويها. هسه راح أقطعها وأشوفكم شكلها. هذا صوصها. شوفوها، شوفوا الداخل البطن مالتها. هاي هو شكلها. على كمل الكمية نوبة ارجع لكم. وبعد ما استوى الميني بيتزا بهذا الشكل بعد ما صارن راح اشوفكم شكلهن الجوة. شوفوا شلون هذا شكلها من فوق وشكلها من جوا مستوية من كل الجهات. وراح اقطع لكم اياهن واشوفكم شلون الجبن يشط. شوفوا ايش قد حلوة وشكلها طرية هشة. شوفوها، جربوها على طريقتي فعلا. قلت لكم انت ما صارت عده الادمان راح تصير عندكم التهماتين ادمان. هذا الشكلهن هسه بس فقط اثنين بس يستوون واشوفكم شكلهن الاخير. وبعد ما كملت عندي هذني البيتزا، هاي الميني بيتزا بعد ما صارت بهذا الشكل وهذني الكبار. في نهاية هذا الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب. وشو تحبون بعد اسوي لكم من اكلات كتبوا لي بالتعليقات. هسه حبايبي راح اقول لكم باي باي.